الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الفترة الكربونية وازاي كان وقت العجائب، غابات ضخمة بتغطي الأرض، مستنقعات فحمية مليانة حياة، وهواء غني بالأكسجين سمح للحشرات إنها توصل لأحجام خرافية. بس زي أي قصة لازم يكون في نقطة تحول، ودي كانت النهاية الصادمة للفترة دي. بداية جفاف فضل مؤثر على الكوكب لفترة طويلة. لما بنوصل لنهاية الكربوني بنلاقي الكوكب بيودع مناخ المستنقعات الرطبة وبيستقبل عصر جديد من الجفاف والتغييرات العنيفة. والسبب الأساسي القارات اللي كانت بتتحرك وتقرب من بعضها. لما القارات بدأت تتجمع البحار الداخلية اللي كانت بتحافظ على الرطوبة بدأت تختفي، فبقت في أراضي صحراوية واسعة. ومع الجفاف الغابات اللي كانت مليانة أشجار ضخمة بدأت تموت، وده أثر على الكائنات اللي كانت معتمدة عليها. كمان الهواء اللي كان غني بالأكسجين بدأ يتغير، وده أثر على كل حاجة من الحشرات العملاقة لغاية التنفس عند الكائنات الحية. طيب هل الجفاف الكبير ده حصل فجأة؟ في رأي بيقول إن الجفاف كان تدريجي أكتر من كونه كارثة سريعة، يعني مش فجأة لقينا الصحراء استولت على الكوكب. الأدلة الجيولوجية بتوضح إن الجفاف كان على فترات مش مرة واحدة، وإنه في مناطق فضلت رطبة لفترة أطول من غيرها. طيب هل الجفاف هو اللي أنهى الفترة الكربونية ولا في عوامل تانية؟ في نظريات بتقول إن تغير المناخ والجفاف ما كانوش كفاية لوحدهم علشان ينهوا الفترة الكربونية. في علماء بيرجحوا إن نشاط بركاني ضخم لعب دور برضه، لأنه كان بيأثر على المناخ ويطلع غازات ممكن تكون غيرت الظروف البيئية بشكل أكبر.